بصوا فظيعة فظيعة بجد. يا رب اتمنى تجربوها بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم زينب من مطبخ زينب الكبير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض تورتات كده زي التورتات بس حلوه قوي وخفيفه ولذيذه وسريعه. تنفع مقبلات مع جنب الاكل، مقبلات تنفع فطار، تنفع الاطفال هيحبوها قوي، ينفع مع عشاء كده خفيف. يعني تعجبكم باذن الله. نشوف مع بعض. اول حاجه نسمي بالله بسم الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. هنا عندي في الطاسه 3 معالق زيت كبار. حاجه يكون الزيت سخن جدا. شكلها شيك جدا، ممكن تحطيها لما يكون عندك ضيوف على السفرة كده جنب الاكل. عندي هنا بطاطساية كبيرة او 2 وسط مكعبات صغيرة زي ما انتم شايفين كده. من الزيت سخن معايا تقريبا اهو. كنت البطاطس مغسولة متصفية طبعا. سمي بسم الله. نفردها كده في الطاسة من غير ملح ولا اي حاجة. انا عايزاها تحمر بس مش عايزاها تشربتها لان الاكله دي تعتبر صحيه برضو. نغطيها نسيبها حوالي 3 دقايق او دقيقتين كده، واقلبها على الوش التاني واغطيها تاني 3 دقايق ونرجع بقى نشوف هنعمل ايه. نقلب كده مع بعض البطاطس. نغطيها تاني ونسيبها دقيقتين تاني. البطاطس كده دخلت في التحمير ودخلت في نص السوا زي ما انتم شايفين كده. ده اللي انا عايزاه. تمام كده. عندي هنا بصلة كبيرة برضو او 2 وسط مكعبات صغيرة قوي قوي زي ما انتم شايفين. قرنين فلفل حامي اللي هو الحار. لو انتم مش عايزين الفلفل الحار تستغنوا عنه خالص، حطوا فلفل رومي او ما تحطوش براحتكم. عندي هنا رشة ملح ورشة فلفل. انا كنت معليه النار على البطاطس. تمام. انا كده هخلي النار وسط. وهغطي عليها تاني واسيبها برضو دقيقتين تاني كده. البصلة تقريبا دبلت معايا والبطاطس اخدت من طعم البصل وريحتها فظيعة. عندي هنا صدر فرخة حوالي 200 جرام. عايزين تحطوا اكتر براحتكم. دي متقطعة مكعبات صغيرة زي ما انتم شايفين كده، مغسولة كويس جدا ومتصفية قوي قوي قوي. وتحطوا 100 شرطة تحت متصفية لان لازم النار عالية عندي هنا. لازم الفراخ تتصفى عشان ما تشموش ريحة زفارة وتحسوا بريحة زفارة في الفراخ. ده حاجة اساسية في الفراخ عشان ما تشموش ريحة الزفارة. تمام كده. كده هحطها في النص كده عشان تاخد بس لون معايا الاول. منزلش ميتها على نار عالية. رجعت النار عالية تاني. عندي هنا او بس شويه كده تاخد اللون. مش هحط دلوقتي ملح ولا فلفل. ونظبط الملح وناخد بالنا عشان احنا حاطين ملح من الاول مع البصل. مجرد ما يتغير لونها ننزل ملح وفلفل تاني. نظبط بقى الملح والفلفل بتاعنا. ومش على فكره مش لازم تحط فراخ خالص. ممكن تعملوا الخلطه دي كده لوحدها من غير فراخ تبقى حلوه برضو. ولو انت عايزه برضو فراخ اكتر حطي
في حاجه ترجعلك. بس الفراخ ما نزلتش ميه ازاي، مفيش ميه في الصلصه اهي خالص عشان النار كانت عاليه. ريحتها فظيعه يا جماعه، حلوه قوي قوي. ننزل بقى هنا معلقه صغيره ملح ومعلقه صغيره فلفل اسود، صغيرة بابريكا، كده خلاص كده. هوطي النار خالص واغطيها عشان الفراخ تدخل في السوا وتستوي. اول ما نخلص خلاص تستوي الفراخ واتاكد انها استوت، بطفي عليها خالص واسيبها تبرد خالص الخلطه دي، نرجع نشوف هنعمل مع بعض ايه تاني. دلوقتي بقى يا جماعه نعمل العجينه السايله اللي هنحط فيها نحطها فوق الخلطه، نحطها في القوالب بتاعتنا. دلوقتي معايا بيضتين، بسم الله، رشه ملح وفلفل، معلقه صغيره خل، عندي هنا 200 مللي حليب، 200 مللي حليب او لبن، بسم الله. معلقه صغيره بيكنج باودر، عندي هنا كوبايه كبيره دقيق اللي هو 200 جرام، هنشوف برضه هنحط تاني اكتر ولا لا. نحط كده بشويه، مش هنحط كله، حسب ما ايه قوام العجينه اللي احنا عايزينها. بسم الله. حطيت الخلطه كده في القوالب بتاعتي، القوالب بتاعتي هنا زي ما انتم شايفين كده، دهناها زيت ومعفرها بالدقيق اكنها كيكه عادي. شلت الخلطه بتاعتي اللي هي الفراخ، صدور الفراخ بالبصل بالبطاطس بالفلفل، وزعتها كده على القوالب زي ما انتم شايفين. سمي كده بسم الله. بصوا الاول قوام العجينه بتاعتي، هو ده القوام اللي انا عايزاه. سمي بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. من القوالب عندي زيتون اخضر او اسود كده بترصيه فوق الوش، بيدي بقى شكل كده حلو. معندكيش مفيش مشكله خالص. بس كده. عندي الفرن شغال على 200، 5 دقايق احطها على 200، 5 دقايق وهو نازل الفرن ال 180. نرجع بقى نخرجها من الفرن ونشوفها مع بعض باذن الله. الفطاير بتاعتي يا جماعه طلعت من الفرن، ريحتها قلب الدنيا بجد فظيعه. شايفين بصوا هشه ازاي، طريه ازاي، بسم الله ما شاء الله، تحفه. سخنه جدا جدا. بصوا
فظيعة فظيعة بجد. يا رب اتمنى تجربوها بقى وتقولوا رأيكم ايه. متنسونيش بقى في اللايك والشير، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله.